السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع مريم الحداد. فيديو النهارده عن 10 نصايح لو انت حامل ومقبله على الولاده وهتبقى مامي جديده لاول مره او بالفعل مامي. وقبل ما نبدا الفيديو مع بعض ونعرف ايه هي النصايح، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي علشان خاطر تكبر بيكم، وتفعلوا كمان زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض، خليكم معايا ونعرف ايه هي النصايح مع بعض. فاول حاجه النصايح بقى اللي لازم كل واحده حامل ومقبلة على الأمومة جديد وهتبقى مامي لأول مرة أو هي مامي بالفعل لازم تعرفها. فيلا كده كل واحدة فيكم تركز معايا بقى وتفضلي نفسها. يلا بقى وتعالي لي هنا واسمعيني كويس يا حبيبتي انت وهي. فأول نصيحة معانا لازما تهتمي بأكلك كويس جدا جدا، وخاصة في الشهور الأخيرة من حملك علشان تقدري تولدي. لان بجد الولاده صعبه جدا جدا، وخاصه بقى لو حظك جه طبيعي ووهم الطبيعي والم الطبيعي وطلق الطبيعي. فالولاده الطبيعيه صعبه جدا، فمحتاجه كده ناس قويه وشديده علشان تقدر ان هي تقاوم الالم. فربنا يا رب يسهل الولاده لكل الامهات. وتاني نصيحة معانا لو انت بقى في الشهور الأخيرة من حملك، يعني مثلا في الشهر من السابع للثامن كده، ابدأي بقى اعملي، حاولي تعملي تنظيفة كده عميقة لشقتك، وتنضفيها كده بضمير علشان لما تولدي ان شاء الله وتقومي بالسلامة ويجي البيبي كمان بالسلامة، مش هتعرفي تعملوا منه اي حاجة ابدا ابدا. وحتى والله هتعملي الحاجة منه بطلوع الروح. وحتى دخول الحمام هيبقى صعب تدخليه بعد كده. فعشان كمان بعد الولادة تكون شقتك نظيفة جدا ومهيئة ليكي، لانك هتكوني كمان تعبانة جدا لسه ونفسها لمدة 40 يوم، وفي ناس بتاخد وقت اكتر من كده. فطبعا ايا كان محتاجة راحة تامة تامة تامة. وكمان علشان لو انت تولدي في شقتك تكون مهيئة وجاهزة لأي ضيف يجيلك، فما تكونيش يعني محرجة ان هي تكون مبهدلة او حاجة. ويستحسن كمان ان انت يعني ايا كان هتجيبي بيبي لاول مره او تاني بيبي ليكي، فانت لازم يعني تولدي عند اهلك احسن علشان هم يهتموا بيكي، لان بجد الولاده دي صعبه وانت هتكوني نافسه وتعبانه، فمحتاجه رعايه. مش هتقدري ان انت تهتمي بنفسك ولا البيبي، لان انت هتكوني لسه يعني تعبانه وكده. ودي كانت تالت نصيحة معانا. النصيحة الرابعة، حاولي بقى تفرشي غرفة البيبي كويس وجهزيها له علشان حضرتك بعد كده مش هتنامي غير فيها، لانك اصلا مش هتنامي، انسي النوم ده يا حبيبتي. وكمان بسبب بقى السهر والزن وواء زوجك هيطردك بره ان شاء الله. فجهزي الاوضه من دلوقتي واخرجي انت بالذوق بدل ما تخرجي بالعافيه، لان بعد كده وعدك هيكون في اوضه الاطفال. لان طبعا يعني هيبقى البيبي عامل ازعاج جامد جدا في الشقه، زوجك مش هيعرف يقعد يعني ولا هينام، لان طبعا وراه شغل ومسؤوليات والتزامات. فاخرجي انتي وهيئي الجو من نفسك احسن. بعد كده خامس نصيحة معانا، حاولي بقى يا حبيبتي تنامي كويس من دلوقتي، تنامي كويس جدا جدا بالمعنى الاصح، نامي كتير كتير جدا 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 علشان النوم ده والله تشتهيه بعد كده. اسألي مجرب ولا تسأليش طبيب. وسادس نصيحة معانا بعد بقى ما قلنا قبل كده ان انت تفرشي الأوضة بتاعته كويس، اعملي له بقى حاولي تعملي البيبي بتاعك سرير ليه بنفسك، واعملي له شياله كده، واعملي له سرير متحرك، اعملي له كمان مخده للرضاعه لان الرضاعه هتكون صعبه. وهنتكلم كمان عن الرضاعه بقى بالتفصيل لان هي في الفيديو الجاي ان شاء الله، لان فعلا الرضاعه صعبه لو انت ام لاول مره هتلاقيها صعبه معاكي جدا. فهنتكلم في فيديو خاص بيها علشان تستفادي، وكمان تعرفي ازاي ان انتي تتفادي اي جروح او اي الام هتقابلك بقى مع الرضاعه بعد كده اللي هي الرضاعه الطبيعيه. وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله، هنتكلم عن الرضاعه ديت بالتفصيل لان الرضاعه دي مهمه جدا جدا. فانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله. بعد كده سبع نصيحه بقى معانا، الحاجات بقى اللي انت لازم تشتريها للبيبي سواء هو مولود في الصيف او الشتاء. في حاجات اساسيه ما بتتغيرش زي الهدوم الداخليه، فهتجيبي طبعا لو هو ولد او بنت هتجيبي الهدوم الداخلية، مثلا هتجيبي له 6 فانلات بقط، 6 مثلا بنص، تجيبي له 6 بكم، وتجيبي له مثلا تجيبي كمان 6 بناطيل كده عاديين يلبسهم تحت الهدوم، لان لو هو مثلا مولود في الشتاء، ولو مولود طبعا في الصيف
او قبل ما نتكلم في الصيف والشتاء، قلنا الحاجات اللي هي الداخليه دي ما بتتغيرش سواء صيف او شتاء. نيجي بقى لو هو اتولد في الشتاء، هتجيبي ايه 6 بناطيل اللي يلبسهم تحت الهدوم، 6 كده للبيت. وهتجيبي 6 سلوبتات بكم طبعا، 6 رنجات، 6 شرابات. تجيبي له بطانيه، تجيبي له كوفرته، تجيبي له كمان شنطه وشياله ايه ليه للخروج، وشنطه كده الهدوم بتاع البيبي. ولو مولود بقى ايه في الصيف، هتجيبي من كل الحاجات ديت ايه 6، بس الفرق ان هم يكونوا بنص كم طبعا، واشراط وبرمضات وحاجات من دي. وبعد كده بقى مستحضرات التجميل اللي انت لازم تجيبيها للبيبي. تجيبي له شنطه بامبرز ايا كان النوع اللي انت حباه، تجيبي له علبه مناديل مبلله، زيت جونسون، شامبو كمان جونسون. وده طبعا مش هتستخدميه الشامبو دلوقتي غير بعد كده ما يكبر شويه، مثلا ما يتم 4 شهور 5، بدل ان انت بقى ايه تحميه. لكن كل دوت ايه ان انت تعمله بالمناديل المبلله، لان هو يكون لسه ضعيف وصغير يعني وجسمه طري. آم، وتجيبي له كمان قصافه صغيره، ومشط كده. مشط بقى طبعا، المشط مش هتستخدميه برضو دلوقتي، هتستخدميه فيما بعد. تجيبي له كمان ببرونة وطبق صغير كده ايه بالمعلقه بتاعته. وطبعا ده هتستخدمي الببرونة والطبق دوت للاكل من سن 4 شهور ل6، فبرضو ايه هتجيبيه وتستخدميه بعدين، بس تكوني انت عامله يعني ايه حسابك. وبرضو في حاجات لازم تشتريها لنفسك اثناء ما انت بتشتري الحاجات دي. تشتري طبعا ايه ليكي حاجات يعني معينة، ومش هنعرفها في الفيديو دوت علشان ما يطولش. هنعرفها في الفيديو الجاي ان شاء الله، لان هي برضو ايه خاصة شوية بحاجات الرضاعة، فهنعرفها بالتفصيل في الفيديو الجاي، فتابعوني وان شاء الله تستفادوا كتير جدا. وبعد كده عاشر نصيحة معانا بقى، ان انت ايه يعني اتكلمنا طبعا في ترويق الشقة والكلام دون. بعد كده اللي احنا الحاجة المهمة اللي عاوزاكي ايه تكوني عاملة حسابك عليها، تكوني طبعا مشترية خضار كتير، زي البطاطس، البصل، الثوم، ومشترية حاجات او طماطم، حاجات من دي كتير. وتعمل لها عملية تفريز وتحطها في اكياس كده وتحطها في الفريزر. يعني تجيب البطاطس تخرطها مثلا صوابع وتعمل لها ايه وتفرزيها في الفريزر وتحطها في اكياس وتحطها في الفريزر. طماطم تعملها صلصة وتحطها في اكياس وتحطها برضو في الفريزر. تجيبي خضار زي مثلا بتاع ده، زي مثلا خيار وجزر وفلفل، يعني تملى تلاجتك من جميعه. وكل الحاجات اللي بتخزن تخزنيها، والحاجات اللي بتحط في التلاجة عادي تكون فريش ليكي وسهلة الاستخدام برضو ايه تكوني مجهزاها. وهنا بقى الحاجات اللي انت تشيلها في التفريز زي البطاطس، زي الطماطم تعملها صلصة، زي مثلا التوم. الحاجات دي مهمة جدا ان انت تشيلها في الفريزر. تجيبي بقى ايه لحوم، تجيبي فراخ بلدي، لان يعني تبقى انت عيلية اكلك هيبقى ايه معظم اكلك هيكون سليق وكده، عشان طبعا نفسه. فانت اشتري فراخ بلدي كتير واغسليها كويس وحطها في الفريزر. هاتي مثلا كبده ولحمه واغسليهم برضو كويس وحطهم في اكياس كده في الفريزر، يعني على الاستخدام على طول والعمايل يكونوا سهلين معاكي. تجيبي دقيق وتخبزي لنفسك عيش، مثلا تعمليه بطريقه اللي هو زي العيش الشامي، او تعملي عيش بلدي بايا كانت الطريقه اللي انت بتحبيها. بس المقصد او الاهم يعني الغايه ان انت تخزني عيش برضو ليكي، بحيث ان هو برضو يكون عندك كل طلباتك واحتياجاتك، ما تحتاجش لحد. وعلشان بعد كده هيكون وقتك ضيق جدا، فكل حاجه تكون في متناول ايديكي وسهله الاستخدام معاكي. ف وطبعا دي الحاجات بقى اللي انت ايه هتحطها في التلاجة، زائد الحاجات اللي هي المعلبات العادية. تجيبي جبن، ومثلا حاجات بقى ايه اللي هي معلبة وكده، معلبات زي الجبن ولانشون وحلاوة جبنة رومي. تجيبي مثلا لبن، تونة. تملي التلاجة بقى الحاجات اللي هي المعلبات دي من جميعه. عسل، وحلاوة طحينية اهتمي بيها جدا جدا علشان بتزود اللبن والحلبة. اهتمي بيها برضو. بالنسبة بقى للمشروبات اللي انت تحطيها وتخزنيها، لو انت والدة في الصيف او الشتاء عادي يعني مش تفرق. هاتي لنفسك حلبة لان هي بتزود اللبن. وهاتي مغات، وهاتي سحلب، وهاتي نسكافيه. وطبعا مش تشربيه كتير لان هو بينزل في اللبن وهيسهر البيبي بعد كده، فيستحسن تشربيه مرة واحدة. ويعني المقصد من كلامي ان انتي تملي المطبخ بتاعك من جميع الاحتياجات، سواء خضروات او لحوم او كمان فواكه.
تنسيش الفواكه كمان، ركزي على الموز عشان بيزود اللبن، او اي حاجه خضراء برضو بتزود اللبن، واي حاجه حمراء بتزود اللبن زي مثلا التفاح، الفراوله، بطيخ، وفي الخضروات زي الكرنب، القرنبيط، خس، يعني الحاجات دي كلها، والطماطم، الحاجات دي كلها بتزود اللبن. اهتم بالحاجات دي جدا، وهاتي فواكه كتير، لان انت بعد كده محتاجه غذاء، ومحتاجه تعوضي العناصر اللي انت فقدتها من جسمك، وطبعا النزيف اللي انت خسرتيه دوت، محتاجه تعوضي كل ده، ومحتاجه تعوضي الدم اللي نزل منك بكل الغذاء دوت، ايا كان بقى ان انت تنوعي، و تكوني طبعا تموينك موجود، زي الحاجات بقى اللي هي النشويات، زي رز، مكرونة، شعرية، وطبعا سكر ودقيق ونشا وحاجات من دي، بحيث ان انت كل المطبخ بتاعك يكون مليان من جميعه، وزيت طبعا وسمنة بلدي مهمة جدا، فتكوني مجهزة المطبخ بتاعك من جميعه، كأنك يعني عروسة جديدة ومجهزة الأكل ايه لخزين شقتها يعني. بس بجد فعلا هتعرفي قيمة كلامي دوت اما تولدي ان شاء الله وتقومي بالسلامة، وهتلاحظي ان انت والله مش هيكون عندك وقت تعملي اي حاجة، فلما تكون الحاجة تحت ايديك وجاهزة ومغسولة كده هترتاحي جدا، وهتعرفي فعلا قيمة كلامي دوت، ان هيفرق معاكي بجد وهتنجزي، لان والله مش هيكون في وقت، البيبي مسؤولية، واصلا هتكوني تعبانة مش قادرة اصلا تقومي من مكانك، فربنا يا رب يقوم الجميع بالسلامة. ده اخر حاجة بقى معانا، لو انت قربت على الولاده خلاص، اهتمي بقى بنظافتك الشخصيه، يعني بمعنى اصح اهتمي، اعملي شعرك، اعملي سويت في منطقه البيكيني والاندر ارم، في منطقة البيكيني والاندر ارم يعني، وخاصة طبعا الاتنين دول، وكمان اعملي جسمك كله. وبعد كده لازم بقى خلاص، لو انت قربتي وخلاص في اخر ايامك، امشي كتير جدا اللي هو في اخر شهر، واعملي مجهود كبير في الشهر الاخير طبعا من الحمل، علشان يسهل الولادة، وتاكلي بلح، تاكلي بلح كتير طبعا اللي هو التمر ده، وتشربي عصير قصب عشان يزود المية حوالين الجنين، وكمان بيسهل الولادة الطبيعية. تاكلي عنب كتير برضو بيزود المية حوالين البيبي. اه بالمناسبة كمان تعملي برضو معجنات عشان الرضاعة بتهبط، ومحتاجة ان انتي تاكلي حاجات يعني سريعة جنبك على طول، تكون جنبك، مثلا اعملي معجنات، اعملي مولتو، اعملي كرواسون، اعملي مثلا فينو، اعملي قرص، اعملي كيك، اعملي كيكة، اعملي حاجات من ديكو، اعملي جلاش حلويات، لان برضو الحاجات المسكرة كويسة جدا وهتزود اللبن، فانتي كل الحاجات السريعة دي محتاجاها جنبك، فلازم تكون في البيت على طول. اعملي فايش، اعملي بقسماط، اعملي اي حاجة من دي، بحيث ان هي تكون جنبك وسهلة الاستخدام، وتكون اكلات كده سريعة، وبالهنا والشفا ليكي، وربنا يربكم بالسلامة. طبعا دي كان كل حاجة تقريبا لازم تعرفيها قبل الولادة يا حبيبة قلبي، وربنا يا رب يسهل الولادة لكل واحدة حامل منتظرة بيبي جديد لأول مرة، وهتكون مامي جديدة لأول مرة، أو هي مامي بالفعل ومنتظرة بيبي تاني. وطبعا دي كان كل النصائح اللي لازم تعرفوها، وربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويعينكم ويقويكم على المسؤولية الكبيرة دي، ويبارك لنا يا رب في أولادنا، ويحفظهم ويبارك لنا فيهم يا رب، اللهم امين. وده كان فيديو النهارده، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، اللي هو هنتكلم بقى عن الرضاعة بشكل خاص في الفيديو الجاي ان شاء الله، لان الرضاعة الطبيعية مهمة جدا جدا، فلازم كده لازم نعمل لها فيديو خاص بيها، علشان تتفادوا اي اخطاء يعني في الرضاعة الطبيعية. وده كان فيديو النهاردة، والفيديو الجاي اللي هو عن الرضاعة زي ما قلت لكم، وانتظروا الفيديو الجديد، والى اللقاء مع الفيديو الجديد بتاع الرضاعة الطبيعية، وكنتم مع مريم الحداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.